دي طريقة حلوة قوي للجلاش وسهلة، هيطلع الشكل والطعم كمان واو. بلفة جلاش واحدة ونص كوب سمنة، في دقايق الحلو هيكون جاهز عندنا. دي للناس المستعجلين اللي بيحبوا يعملوا الوصفة حلوة وشكلها حلو، وبس في نفس الوقت ما ياخدوش فيها وقت يعني. لايك واشتراك للقناة، ويلا نبدأ على طول كده. هنبدأ بالشربات عشان يلحق يبرد معانا. الشربات بتاع النهاردة هيكون تقيل عشان الجلاش يكون مقرمش. في حلة كده هننزل بكوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية. هننزل بمعلقة عسل جلوكوز، ودي اختياري يعني، لو مش متوفر عندنا مش هيحصل حاجة يعني، مش ضروري، لكن موجودة عندنا هننزل بيها. العسل الجلوكوز مش غالي. وبعد كده هنعصر نص ليمونة وهنرفعهم على النار. هنسيبهم على النار من بعد ما يغلوا 10 دقايق عشان يتقل معايا كده الشربات، وبعد كده هنطفي عليه ونسيبه بقى عشان يبرد. تعالوا بقى نجيب لفة الجلاش. طلعتها من الفريزر كده وسبتها لحد ما فكت معايا، وبعد كده هفصلها واخد طبقة طبقة كده وابدأ اشتغل فيها على طول. كنت مجهزة الحشوة فول سوداني او اي مكسرات عندنا. ضربتها كده ضربة في الكبة عشان تبقى يبقى مجروش يعني. وسيحت نص كوباية من السمنة، اي نوع سمنة بتفضلوه بس يكون ريحته حلوة. هندهن بقى الورقة كده بتاعتنا، ورقة ورقة كده هنشتغل فيها. وبعد كده هقسمها نصين وهدهنها مرة كمان. دهنة خفيفة كده، يعني بتلاقوا النص كوباية كملت معاكم لحد آخر اللفة. بعد كده هوزع أي مكسرات عندنا. ما نعمتش المكسرات قوي، خليتها بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نطوي كده الورقة بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده هنلفها زي رول، بس بعد ما دهنها دهنة كده عشان تعرف تلف معايا يعني، من غير ما تتكسر ولا أي حاجة. ضغطت عليها وبالسكينة المشرشرة بدأت إن أنا أقسمها نصين عشان تدي معايا قطعتين، لأن هتبقى عالية قوي وكبيرة لو سبتها. بصوا ده شكلها وده شكلها من الناحية التانية. ممكن تحطوها على أي ناحية انتوا عايزينها. أنا خليت المكسرات من فوق علشان يعني ما تقعش. هندهن الصينية بتاعتنا دهنة حلوة كده من السمنة. وبعد كده هنرص بقى القطع بتاعة الجلاش. هنكرر نفس الخطوات في كل اللفة اللي عندنا. هنعمل السمنة كده، ندهن السمنة وبعد كده نطويها وندهن مرة كمان وشوية المكسرات بتوعنا ونروح لفينها لفتين. وبعد كده هنبدأ ان احنا نلف الرول بالراحة كده عشان ما تتكسرش معايا. وبعد كده بقسمها على جزئين. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده. لما بقرب اخلص كده بشغل الفرن عشان يسخن معايا. بخلي الفرن اعلى من المتوسط عشان تاخد بس معايا لون من على الوش. مش بخلي الحرارة يعني متوسطة، لا اعلى شوية من المتوسطة عشان تاخد معايا لون. هدي دهنة كده بسيطة للجلاش من على الوش. كل جزء في الجلاش لازم ادهنه سمنة عشان ياخد معايا لون. لو ما دهناهوش مش بياخد معايا لون حلو. وبعد كده هدخله في الرف الوسطاني لحد ما هياخد معايا لون على حرارة الفرن. لو ما خدش معانا لون الفرن بتاعنا هنشغل الشواية. واول ما هتخرج على طول هنبدأ نسيب الشربات التقيل بتاعنا. طبعا الشربات بارد والصينية سخنة. شكله حلو قوي. وقدموه بألف هنا. باي باي.